نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. مباراة الترجي ضد بيراميدز ستقام يوم السبت المقبل على الساعة 8 مساء بتوقيت تونس. هذه التوقيتات مهمة جدا لجماهير الفريقين، حيث سيتابع الكثيرون هذه المباراة بشغف. بالنسبة لقنوات البث، ستقوم عدة قنوات رياضية متخصصة بنقل أحداث المباراة، مما يسهل على الجماهير متابعة اللقاء. من المتوقع أن تشمل القنوات الناقلة BeIN Sport، حيث تعتبر من أبرز القنوات التي تمتلك حقوق بث دوري أبطال أفريقيا والوطنية الأولى الأرضية. ترتيب المجموعة بعد المباريات الأخيرة في مجموعتهم، فإن ترتيب المجموعة الرابعة يظهر الترجي في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني بعد انتصاره في الجولة الأولى. ولا شك أن وضع الفرق في المجموعة يزيد من التوتر والتحديات التي يواجهها كل فريق. تحقيق كل فريق لنتائج إيجابية في المباريات المقبلة سيكون له تأثير كبير على حظوظهما في التأهل. أرى أن كل الفريقين يمتلكان فرصة جيدة للتأهل، ولكن أداءهما في المباراة القادمة سيكون حاسما في تحديد مصيرهما. بالنسبة للتشكيلة المتوقعة، أعتقد أن الترجي سيلعب بنفس التشكيل اللي اعتمد عليه في المباراتين السابقتين مع بعض التغييرات إذا لزم الأمر، بينما يتوقع أن يدفع بيراميدز بتشكيل هجومي يحاول السيطرة على المباراة من البداية. أتوقع مباراة حماسية قد تنتهي بالتعادل، ولكنني أضع الترجي في المقدمة نظرا لما يتمتع به من تجربة وسجل حافل في البطولة. فوز الترجي في هذه المباراة سيمثل خطوة كبيرة نحو التأهل. المباراة ستكون لها تأثير كبير على مشوار الفريقين في البطولة. الفوز في هذه المواجهة يعني تعزيز الثقة والضغط على المنافسين الآخرين في المجموعة، لذا ينبغي على الفريقين الدخول إلى المباراة بنفس الروح القتالية. إخواننا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات كي يصلكم كل جديد فريق الترجي الرياضي التونسي.